هنعمل مع بعض النهاردة بشوية دقيق ومية كمية كبيرة من عيش التورتيلا، كمان حجم كبير. هقولك ازاي تطلعيه بالحجم ده ويكون شفاف وطري طراوة غير طبيعية، وكمان طريقة التسوية المظبوطة ليه، يعني مش هتجيبيه تاني من بره ابدا. يلا بقى نشوف الطريقة والمقادير. لو اول مرة تنوروني في القناة، انا رضوى اسراج، واوعوا تنسوا اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. يلا بقى نشوف عملنا عيش التورتيلا ازاي وطريقة التسوية بتاعته. عندي نص كيلو من الدقيق متعدد الأغراض يوازي 4 كوبايات بكوباية الشاي العادية، بس في الأول لازم ننخله. ربع معلقة صغيرة من الملح و4 معالق كبار من الزيت. من المية الدافية هناخد من كوباية وربع لكوباية ونص على حسب نوعية الدقيق واحتياج العجينة. زي ما احنا متعودين في حلقة المعجنات بننزل بالمية بالتدريج، كل لما نحتاج نزود. نوعية الدقيق ده خد معايا كوباية ونص، كانت مظبوطة جدا. لو هتعجني بالعجان هيبقى 7 دقايق عجن، ولو على ايدك 10 دقايق. كل لما تعجنيها كويس كل ما تديكي نتيجة احلى. هنبدأ بقى نطلع العجينة من سلاح العجان كده بشويش، حابة اوريكم القوام بتاعها. بعد كده دهنت ايدي على خفيف كده بالزيت وهنطلعها من البولة. هتلاحظوا ان هي بتلزق وده مطلوب طبعا، وليها مطة وطرية. طرية لكن ينفع تتشكل. شايفين المطة اللي فيها؟ هنلمها بقى وننزلها في البولة تاني ونغطيها بستريتش أو فوطة مطبخ ترتاح لمدة 10 دقايق قبل التشكيل. بعد كده هنطلعها من البولة ونضيف شوية دقيق كده محترمين على الرخامة، نوزعهم حلو وننزل بالعجينة. شايفين يا جماعة الملمس بتاعها؟ هاتي بقى سكينة أو أي قطاعة عندك، هنقسم العجينة على جزئين. هناخد الجزء الأولاني هنبدأ نعمله كده زي الرول، ونقسم كل جزء على 5 كور. أنا هنا هعمل حجم العيش كبير زي اللي بيتباع بره بالظبط. حابة تزودي عدد العيش أو تقللي الحجم، هيبقى معاكي من 14 ل 15 كورة. لكن أنا هنا هعمل من نص كيلو 10 كور، يعني 10 ترغيفة كبار. طبعا مش اول مره اعمل معاكم عيش التورتيلا، انا عملت معاكم عيش قبل كده كتير جدا بس الاحجام الصغيره. لكن انا قصدت اعمله في حلقه النهارده بالحجم الكبير زي الجاهز بالظبط، نفس الشكل والطعم. هقولك على كل التكات بتاعته وازاي كمان تسويه وتشكليه. اظن بقى مفيش طريقه اسهل من كده، يعني لو اول مره تعمليه ان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط. كمان طريقه التشكيل دي سهله قوي. هتبدأي انك انت تكوري كده وتقفلي على كل كورة زي البقجة، وكل لما تلاقي واحدة زيادة شوية تاخدي منها تكملي على القليل. بالتقريب كده في الآخر هتلاقي كل الأحجام بقت قد بعض. بعد كده بعد ما نخلص هنغطي الطبق بتاعنا، نخلي العجين يرتاح بعد التشكيل لمدة 10 دقايق تاني. مهم جدا الموضوع ده عشان تكون سهلة معانا في الفرد ما تتقطعش. في بولة تانية 4 معالق كبار من الدقيق، عليهم ربع كوباية من الزيت قابل للزيادة. كل لما تحتاجي زودي لحد لما ناخد القوام ده زي الطحينة كده بس أخف شوية. طبعا ده الخليط اللي هندهن بيه العيش عشان لما نيجي نطلعه من بعض ما يلزقش. هاتي بقى اول 3 كور بعد لما تضيفي شويه دقيق كده حلوين على الرخامه. في الاول مش هنحتاج لنشابه، هنفرد بايدينا وهنضيف على وجه العيش دقيق. شايفين بيتفرد ازاي بكل سهوله طالما العجين مرتاح معاه. هبدأ بقى أدهن بالخليط اللي احنا عملناه من الدقيق والزيت كويس جدا جدا، واهتمي بالطروف عشان لما نيجي نطلع العيش ما يلزقش معايا. خدوا بالكم من التكة دي، ادهني الطروف كويس زي ما انا بعمل. خلاص فردنا الخليط ده. اخر طبعا رغيف ما بندهنش عليه حاجه، بنفرده كده بصوابعنا، بعد كده بنضيفه على الوجه. التكه اللي جايه دي خدوا بالكم منها جدا. هنفرد بايدينا ونقلب على الاتجاه التاني قبل ما نتدخل بالنشابه. هتلاحظوا ان الرغيف الاخير ده ما بيكونش متساوي. بطروف صوابعك كده تبدأي تفردي على خفيف لحد لما تساوي العيش كله مع بعض. والتكة دي دايما أنا كنت بقع فيها أول ما بدأت أعمله. طبعا حلقة النهاردة خلاصة تجارب كتير للعيش ده. أفضل طريقة في الفرد والتسوية الطريقة دي. الحجم بقى اللي يعجبك اعمليه. هنفرد وهيتفرد معاكي بكل سهولة طالما العجين مرتاح معانا بعد العجن والتشكيل، مش هيتقطع أبدا. بعد كده هنطلعه من على الرخامة وهننزل أي زيادة من الدقيق، ويلا بينا نسويه مع بعض. جبت الصينية الكبيرة ودهنتها بالزيت كويس قوي من كل الاتجاهات وسخنتها، وبدأت أفرد عليها العيش. مش بنحركه خالص في الأول. أول ما يبدأ لونه يغير ويخش في السوا اقلبي على الاتجاه التاني زي ما انت شايفاه. في بولة جنبي فيها شوية زيت هنبدأ ندهن كويس قوي من كل الاتجاهات، وخصوصا نهتم بتسوية الطروف. لو حابة تعملي حجم الرغيف كبير كده، يعني بإيدك كده تدوري زي ما أنا بعمل وتوجهي الطروف على الحرارة من النص عشان ما تكونش نية والقلب مستوي. خدوا بالكم من طريقة التسوية دي.
كل اتجاه هندهن بالزيت كويس. الزيت بيخلي العيش ليه طراوة غير طبيعية. بدأ يقب معايا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. اول ما يبدأ ياخد لون كده انا مش عاوزة كده، هنهدي النار وندهن بالزيت ونقلب بقى على الاتجاه التاني. شايفين بدأ يقب ازاي؟ نفصل بقى العيش عن بعض هيطلع بكل سهولة. هنطلع اول رغيف ونطبقه ونشيله في اي صينية جنبنا ونغطيه بفوطة مطبخ نظيفة عشان يحتفظ بالطراوة بتاعته. خدوا بالكم ان الحرارة بتكون عالية بشويش كده. طبعا الرغيف اللي في النص لسه ما استواش هندهنه ونوجهه للحرارة. كل رغيف يعني ندهنه من الاتجاهين بالزيت. مهم جدا دهنة الزيت دي. ابدأي بقى افصلي الرغيف اللي في النص عن اللي فوق. هو خلاص استوى، وقبل لما نطبقه هندهن دهنة بسيطة بالزيت. وطبقي بقى وشيلي في الصينية. أظن بقى مفيش سهولة في التسوية بعد كده. هنخلص بقى كل الكمية بنفس طريقة التشكيل دي والتسوية. تعالوا بقى نشوف الأخبار إيه. عملنا من نص كيلو دقيق بشوية دقيق ومية وزيت. عملنا كمية محترمة من عيش التورتيلا، أحلى وأوفر كتير من بره. شايفين؟ شفاف وجميل وحجمه حلو قوي قوي. حابة تحفظيه في الفريزر هتضيفي في أطباق فوم وتفصلي بين كل رغيف والتاني بأكياس تلاجة. هو ليه استخدامات كتيرة قوي في بيتك. حابة كمان تضاعفي الكمية زي ما تحبوا. تقدري تعملي بيه سندوتشات بطاطس حلوة قوي لولادك، بعيد بقى خالص عن الفراخ واللحمة اللي أسعارها ولعت. حابة كمان تعملي صينية رقاق باللحمة المفرومة، الرقاق الطري. أنا كنت عاملاها معاكم واسيب لكم اللينك أسفل الفيديو. ضعفي الكمية وشيليه في الفريزر وادعيلي على الطريقة دي. مفيش أسهل ولا أبسط ولا أوفر من كده إن شاء الله. متأكدة لو جربتوها يعجبكم. ما تنسوناش في لايك وشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب باسم مطبخ رضوى سراج. استودعكم في أمان الله.